والله يا جماعة أنا جاتلي فكرة هتشوفوها إن شاء الله في آخر الفيديو، ويا رب تعجبكم، كنت عايزة أخد رأيكم فيها. يا شيمو يا شيمو، انت جيت يا سابع البرومبا، ربنا يستر. فين الطلبات اللي انت كنت نازل عشانها؟ عندك في المطبخ يا ست. جبت كل الطلبات يا حمو؟ اه يا ست جبتها كلها. يا نهارك مش فايت، هي دي الطلبات اللي انا طلبتها؟ انت يا فندي اللي بره. يا دي المصيبة، ربنا يستر. خير يا ست، في ايه؟ بقى هي دي يا راجل الطلبات اللي انا طلبتها منك؟ والله يا الشيمو الجنيه ما بقاش يساوي بصلة يا اختي. بقى انا يا راجل اقول لك عايزه 3 كيلو بطاطس تجيب لي 3 بطاطسات؟ والطماطم كمان جايب لي نص كيلو طماطم، ده انا كلهم دول ولا نشمهم؟ ايه ما بصيتيش على البصل؟ ماله راخر هبص عليه؟ يا نهارك ابيض، 3 بصلات! ومش انت يا بنت قايلالي هات ب10 جنيه بصل؟ اهو هما دول ب10 جنيه. مش انا قلتلك الجنيه ما بقاش يساوي بصلة؟ انا غلطانه اني طلبت منك حاجه، حرام عليك يا شيخ هتموتني. وانا مالي يا ست، وانا اللي مغلي الاسعار؟ اه ساكت يا شيخ، انت هتشلني. مش تستني تشوفي بقية الطلبات عشان يبقى مرة واحدة؟ هو ايه ده اللي مره واحده؟ يعني انت بعد الشر هتتشلي مرتين؟ بصي يا ست، انا جايب لك شريحة لانشون، وشريحة جبنة رومي، وبضاية، وجناحين فرخة. بقول لك ايه، امشي من قدام السعادي. طب عايزة اتغدى. وليك نفسي يا اخويا تتغدى؟ امال يعني هصوم؟ عايزة اكل يا ولية. واعملي حسابك النهاردة الخميس. تلم يا راجل واحترم نفسك، العيال صحيين. لا فهمتني غلط، انا اقصد النهارده الخميس يعني بروتين، يعني لحمه، يعني سمك، يعني اي حاجه من الحاجات الحلوه دي. انسى يا حبيبي الكلام ده كان زمان. انا عامله مكرونه وقرداح. بالنسبه للجناحين اللي انا تعبان وشقيان فيهم وشايلهم على قلبي لحد هنا، وبعدين حرام عليكي، مكرونه ايه اللي بتاكلها لي بقالك 5 ايام دي؟ اسكت ما تعليش صوتك حد يسمعك. بقالك 5 ايام تاكل مكرونه؟ ده حاجه حلوه قوي، هي المكرونه قليله؟ ده الكيلو ب20 جنيه. وبعدين ما انا بنوع لك فيها، مرة صغيرة ومرة وسط ومرة طويلة ومرة قلم. قلم على وشك يا شيخه. انت بتبرطم يا راجل، انت تقول ايه؟ ولا حاجه يا حبيبتي، بس انا بقول ان النهارده الخميس. ما قلت لك لم نفسك. انا قصدي يعني يبقى مكرونه وبانيه حتى. بايه؟ بانيه؟ انسى ايام الزمن الجميل دي يا حبيبي. طب حتى الجناحين اللي انا جايبهم. ما الجناحين اللي انت جايبهم دول يا حبيبي هنستنى المرة الجاية لما ننزل السوق تاني نجيب عليهم جناحين، ولا انت هتاكل واحنا نتفرج عليك؟ بقول لك ايه من الاخر كده، انا عايز اعرف مرتبي بيروح فين. بيروح مارينا يا حبيبي، بيروح مارينا يا اخوي. مرتب ايه يا ابو مرتب؟ انا منزلاك السوق بس تجيب شوية الطلبات دول عشان تعرف الاسعار وتعرف مرتبك بيروح فين يا ابو مرتب. ايوه انا عرفت يا اختي، ما انت قلتيلي بيروح مارينا. والنبي حتى يا اخويا ما يوديك مارينا، ده انا بتريق، انت صدقت ولا ايه؟ عشان تحمد ربنا بس على المكرونة اللي بقالك 5 ايام بتاكلها. حمدين وشاكرين يا ست، الحمد لله على كل شيء. انا حابب يا جماعة كل فيديو ان شاء الله اختمه بحديث او حكمة، وكلنا نستفيد وربنا يجعلنا اسباب لبعض. بصوا كلنا عارفين فضل سورة الواقعة في بسط الأرزاق وسعة الأرزاق وجلب الأرزاق والخير من حيث لا تدري ولا تحتسب. بس في مننا اللي عنده أم وست كبيرة ما تقدرش تقرأها، وفي مننا اللي وقته ضيق. بس ربنا سبحانه وتعالى كريم ولطيف بعباده. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا آية تحل محل سورة الواقعة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا الناس لو أخذت بالآية دي لكفتهم، يعني في الدنيا والآخرة، بمعنى إن هي تكفيهم كل أمور الدنيا وكل أمور الآخرة. وهي أسرع آية في القرآن الكريم في جلب الفرج. تعالوا مع بعض نعرف إيه هي الآية ونجعلها ورد يومي لينا كلنا إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. دي بقى جزء من الآية 2 والآية 3 كلها من سورة الطلاق، وحاولوا إن شاء الله ترددوها على قد ما تقدروا وبعد كل صلاة. كلنا إن شاء الله هنشوف فضلها علينا في قلب الأرزاق وسعة الرزق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.